السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم وليد التلمسانية. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم هاد الوصفة الأصيلة نتاع الطعام بالتفاية على طريقة ناس تلمسان. يجي خليط ما بين الحلو والمالح ويجي بزاف بنين ويوالم جميع المناسبات نتاعكم. تنجموا تعملوه للصداقات ولا الفرح نتاع وليداتكم، ولا كيما نعرفوا رحنا في الموسم تاع عودة الحجاج من البقاع المقدسة. سما اي فرح يكون عندكم تنجموا تعملوا هاد الطعام اللي يجي روعة ما شاء الله. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. في لاكوكو تعملوا ملعقة كبيرة نتاع السمن، وهنا السمن لازم يكون من النوعيه الجيده باش هذا المرق نتاعكم يجيكم شباب. كيما انا نخدم دائما بالسمن تاع المدينه. ونزيدوا اللحم ولا الدجاج اللي يكون متوفر عندكم، نعملوه يتقلى غير شويه باش يطلع لنا هذيك البنه نتاعو. ونزيدوا حبه نتاع البصله تكون هايده تخليوها كيما اللي راها ما تقطعوهاش باش هذاك المرق من بعد نحيوها منه بكل سهوله. ونزيد نص حبه نتاع طوماطيشه وعود صغير نتاع القرفه وكميه نتاع الحمص ورشه مليحه نتاع فلفل اسود ما يعادل 4 ملعقه، ورشه نتاع الزعفران حتى هي ما يعادل 4 ملعقه صغيره، ونصف ملعقه نتاع سكينجبير. هادو هما التوابل الاساسيه اللي نعملوهم في هاد الطعام نتاعنا. ونزيدو طبعا ملعقه صغيره نتاع الملح، انا الملح دائما يكون حسب الذوق. ونخلطوا غير الخلطه خفيفه ونمشيو نمرقوا بالماء اللي يكون بارد ولا اللي يكون سخون. كيما انا هنا راني ماشي نعملو شويه دافي على خاطر هذاك اللحم مازال عندي كونجلي وهذاك الحمص ثاني راه عندي كونجلي. سما هنا باش ما يتزير ليش هذاك الحمص ويطيب لي غايه هو هذاك اللحم ما نعملوش الماء يكون سخون. وانا في هاد الكميه عملت 5 كيسان نتاع الماء. شوفوا غير من الحنفيه راه يهبط هذاك الماء دافي مع السخانه اللي رحنا فيها. وتخلطوا غير الخلطه خفيفه وتمشيو تبلعوا لا كوكوط نتاعكم وتخليوها تطيب على نار متوسطه حتى يطيب معكم هذاك اللحم. انا دوك تعبيت تقريبا معكم من ساعه غير 4 حتى ساعه على نار اللي تكون متوسطه. وفي هاد الجهه نجيو نوجدوا الطعام نتاعنا. شوفوا انا ديجا راني شاركت معكم هاد الطريقه شحال من مره، بصح كاين بزاف اللي طلبوني باش نعمل لهم نتاع كيلو كامل، وحبيت نعمله لكم بالكاس باش كامل تنجحوا فيه وما يجيكمش معجن ولا ما يجيكمش ناجح. تجيبوا الكاس اللي عندكم وتكيلوا به كيما اللي راني نكيل انا. شوفوا انا دائما نخدم بهذا الطعام يكون متوسط والنوعيه تاع السفينه باش يجي هذاك الطعام اللون تاعو شباب وما يتشرب لكمش بزاف الماء، على خاطر كاين بزاف انواع نتاع الطعام. كاين اللي خف اللون تاعو يتبدل، كاين اللي بزاف يشرب الماء يعاود يبقى يتعجن. سما انا حبيت نوري لكم النوعيه اللي نخدم بها باش كامل يجيكم ناجح. وانا بهذا الكاس جاتني 5 نتاع الكيسان وربع كيما اللي شفتوا. وانتم الكاس اللي عندكم تعملوا به باش تعملوا به نفس الكميه نتاع الماء. وهنا كنت زدت ملعقه ونصف نتاع الملح ونمشي نزيد 4 ملاعق كبيره نتاع الزيت. شوفوا في الكيلو تعملوا غير 4 ملاعق كبيره نتاع الزيت، على خاطر من بعد دوك نعاود نعملوا الزبده وندهنوه بسمه هنا باش ما يجيناش ميدم بزاف وما يجيناش يقهم. هنا تدخلوا هذيك الزيت نتاعكم مليح وتمشيو تجيبوا الماء اللي يكون غالي، لازم يكون غالي، ماشي تمشيو تعملوه غير من الحنفيه يكون سخون. هنا لازم كي يبدا يغلى معاكم تجيو تكيلوا بنفس الكيلان تاع الطعام اللي جاتكم. كيما انا جاتني 5 نتاع الكيسان وربع، لازم الماء نعمل 5 نتاع الكيسان وربع. نفس الكميه تاع الطعام نعملوها نفس الكميه نتاع الماء. سما هنا راها مفهومه. وتخليوه يتشرب لكم حوالي دقيقه حتى لدقيقتين وتبداو تخلطوا فيه بالملعقه. شوفوا انا هنا صاي حسيتو بدا يشرب ليه هذاك الماء. هنا ما تخليوش حتى يشرب لكم بزاف، على خاطر لو كان تطولوا عليه هذاك الطعام تاعكم يتعجن. سما هنا كي تشوفوه شرب لكم هذاك الماء في المرحله الاولى ما يفوت لكمش دقيقتين الاولى كيما اللي قلت لكم، وتبداو تحركوا فيه مباشره بهالطريقه. شوفوا دوك الثومه تخلطوا وفي نفس الوقت تحسوه راه بدا ينشف معاكم. شوفوا هنا طريقة سهلة ماهلة وكاين بزاف اللي سياوها وجاهم ناجح من أول تجربة. كيما الطعام كيما السفة تجيكم ناجحة ومام البنة يجي بزاف بنين. هنا كي تحسوه بدا يتشرب لكم وبدا يبرد معاكم وتأدوا تخربوا فيه بيديكم، تعاود توليو تحلوا هذوك الكريات اللي يكونوا عندكم بيديكم. وشوفوا هنا كيفاش راني نزير على هذاك الطعام تاعي وما يتكور معايا ما يتعجن. وهاد الطريقه نعملوها باش ما نقعدوش غير نبخروا هذاك الطعام تاعنا ونعاودو. سما هنا رحنا كلي نحينا علينا التبخيره الاولى. وكي تخليوه يتشرب لكم مليح وتشوفوه بدا يبرد تمشيو تجيبوا الكسكاس نتاعكم تعملوا فيه شويه نتاع الزيت باش ما يلصق لكمش لتحت وتعملوا هذاك الطعام نتاعكم. وهنا كي تبداو تعملوا ما لازمش تضغطوا عليه للتحت باش يتبخر لكم مليح وما يجيكمش مدكس ولا معجن. واللي عندها الكسكاس نتاعها صغير تقسم الكميه نتاعها على نصفين، كي تبخر الكميه الاولى تعاود تولي تبخر الكميه الثانيه.
وحبيت ثاني نوري لكم هاد التدبيره باش الطعام نتاعكم يتبخر لكم على حبه ويتبخر معاكم خفه. تقلبوا هذيك الملعقه الخشبيه نتاعكم وتعملوا ثقوب كيما اللي عملت، وتعملوه يتبخر لكم لمده 20 دقيقه في المرحله الاولى. وها ودي هنا راها تبخرت معايا، وكامل هذوك الحبات نصيبهم مبخرين على حبه. هنا تحلوا هذاك الطعام نتاعكم كيما اللي راني نحلو انا بالملعقه، وتمشيو تجيبوا كاس تاع الماء اللي يكون عادي من الحنفيه، ما تعملوهش بارد بزاف ولا سخون، تعملوه غير من الحنفيه، وتبداو تشربوا في هذاك الطعام نتاعكم. شوفوا في الكميه نتاع الكيلو تدخل لكم زوج تاع الكيسان نتاع الماء. شوفوا انا راني عملت الكاس الاول ندخلو مليح في هذاك الطعام، ونعاود نولي نجيب الكاس الزاوج بهذه الطريقه وندخلو. شوفوا كميه مضبوطه. علاش حبيت نعبرها لكم بالكاس؟ باش كامل تسيوه، وخاصه المبتدئات. وهنا كي تشوفوه برد معاكم شويه تعاودوا تخدموه شويه بيديكم. شوفوا تصيبوا كامل هذوك الحبات نتاعكم ما شاء الله، ما كانش كامل هذوك الكريات اللي يجيو في هذاك الطعام. شوفوا راه مفتول على حبه وراه متشرب معانا مليح. هنا شوفوا شحال ما تضغطوا على هذاك الطعام نتاعكم يعاود ينحل معاكم بكل سهوله. سما هنا ما تخافوش كامل يلا يتعجن معاكم. ونعاودو نمشيو نعملوه يتبخر للمره الثانيه والاخيره باش من بعد ندهنوه ونعملوا له لي زيبيس اللي يجيو فيه. وهاودا هنا بعد ما خليته تبخر معايا من 20 دقيقة حتى ل 30 دقيقة. شوفوا هنا شحال ما يتبخر معاكم في هذه المرحلة، شحال ما يجيكم رطب ويجيكم روعة ما شاء الله. وهنا مباشرة وهو سخون نمشيو ندهنو هاد الطعام نتاعنا، نعملو فيه 2 ملاعق كبيرة نتاع المارغرين، ونعملو التوابل اللي يجيو في هاد الطعام نتاعنا. 4 ملعقة نتاع فلفل اسود صغيرة، و4 ملعقة نتاع القرفة حتى هي اللي تكون صغيرة. وهنا اللي يحب يستغنى على هاد المرحلة تنجمو تستغناو عليها وتعملو غير المارغرين نتاعكم. بصح صدقوني هادوك التوابل اللي يزيدوا لهاد الطعام نتاعكم بنة بزاف بزاف بنينة. هنا ندهنو هاد الطعام نتاعنا ونخليوه على جهة، ونمشيو نعملو المرحلة الأساسية لهاد الطعام نتاعنا اللي هي التفاية. شوفوا هنا راه عندي كميه نتاع الزبيب، هنا ما عملتش بزاف، واللي عندهم يعملوا 2 تاع الخطارات ولا تنجموا تضاعفوا المقادير. نعملوا عليها كميه نتاع الماء اللي يكون شويه سخون ونخليوه على جهه باش يرطب. وفي هذه الجهه عندي 3 حبات نتاع البصل، ما يكونوش كبار بزاف، ونقطعوهم هيدا شرائح تكون رقيقه وطويله باش هذيك التفايه نتاعكم تجيكم معسله وتجيكم بزاف بزاف بنينه، خير من اللي تقطعوا هذيك البصله نتاعكم مربعات صغيره. وهنا نزيدو عليها 4 فنجان نتاع الزيت، ونمشيو نعملوها تتقلى لنا على نار اللي تكون مهيله قليله كامل. تعملوا هذاك الغاز نتاعكم وتنقصوا له حتى هذيك البصل نتاعكم تبدا تطيح معاكم كيما اللي راكم تشوفوا. هنا لازم نخليو هذيك البصله نتاعنا تتكراميليزا معانا. شوفوا هذا هو السر في التفايه باش تجيكم بنينه. وهنا كنت جبت هذاك الزبيب اللي كنت عاود شللته مليح ونعملو حتى هو يتقلى لنا شويه مع هذيك البصله باش يطلع لنا هذيك البنه نتاعو. ونزيدو عليه 2 ملاعق كبيره نتاع السكر، وهنا اللي يحبوا يعملوا العسل تنجموا تعملوا العسل. ونزيدو نصف ملعقه صغيره نتاع القرفه غبره بهذه الطريقه، ونخلطوهم غير الخلطه خفيفه كيما اللي راكم تشوفوا باش يطلع لنا هذاك السكر هذاك التعسل نتاعو. شوفوا لي هنا كيفاش هذاك الزبيب صايب بدا يدخلوا الطياب، وهذيك البصله تاني واحد الريحه راها عندي هنا ما نحكي لكمش بزاف بزاف بنينه. وهنا كاخر مرحله نمشيو نزيدوا عليهم شويه من هذاك المرق نتاعنا باش نعدلوا النكهه نتاع هذيك التفايه نتاعنا، وتعاود تغطيو عليها وتخليوها تكمل الطياب نتاعها حتى تصيبوا هذيك التفايه نتاعكم معسله وشربت لكم كامل هذيك المرقه اللي زدناها. وهاودي هنا بعد ما خليتها لمدة 10 دقائق على نار قليلة، شوفوا لي كيفاش راها طايبة ومعسلة وبزاف بزاف بنينة. هنا كل شيء راه واجد معايا، نمشيو نشوفوا عاود هذيك المرق نتاعنا كيفاش راه. وشوفوا لي هنا هذيك المرقه عاود راها طايبه ما شاء الله، وهذاك اللحم راه طايب زبده. هنا نمشيو نصفيو ونحيو هذيك البصله، نحيو هذيك الطوماطيش، ونحيو هذاك العود نتاع القرفه اللي عملناه، ونمشيو نسقيو الطعام نتاعنا. هنا شوفوا نجيبوا الصحن اللي نعملو فيه، ونبداو نعملو هذاك الطعام نتاعنا اللي راه مدهون ومنسم بهذوك التوابل اللي عملناهم. ولا حبيتو هذاك الطعام نتاعكم يقعد لكم سخون تغطيوه بطورشون يكون نقي، ولا تخليو هذيك التبخيره التاليه اللي عملناها حتى المرحله الاخيره كي تجيو تحطوا هذاك الطعام نتاعكم كي طيبوا هذيك التفايه وتكملوا عاده باش تمشيو تبخروا هذيك التبخيره اللي عملناها التاليه.
شوفوا هنا انا راني عملت الصحن الاول، وهاد الكميه اللي بقات لي سما هاد الكميه تخرج لكم 2 تاع الصحونه هايدا كبار ويبقى لكم حشويه. ونجيو نسقيو هذاك الطعام نتاعنا. شوفوا هنا في المرحله الاولى نسقيو غير واحد السقيه خفيفه. كما تعرفوا حنا في تلمسان كل واحد وكيفاش يحب هذاك الطعام، كاين اللي يحبوا مسقيه بزاف، كاين اللي يحبوا ناشف. على بيها نعاود نحطو في غرفيه ولا في غراف يكون صغير هذاك المرق اللي يكون باقينا، ونسقيو كيما اللي نحبوا. ونعملوا هذيك القردان تاع اللحم هايدا في الوسط، ونبداو نزيدو هذيك التفايه نتاعنا صاير داير على هذاك الطعام كامل. وراكم تشوفوا هاد التفايه كيفاش راها معسله، والبنه تاعها تجي بزاف بزاف بنينه. شوفوا هاد الطعام يجي من اروع ما يكون، يجي خليط ما بين الحلو والمالح، وراني متاكده اللي عمرهم ما جربوه ولا ما داقوه لو كان تسيوه رايحين توليو مدمنين عليه وما يوليش كامل يخطاكم بالجمعه ولا في المناسبات نتاعكم. يجي روعه ما شاء الله. وشوفوا لي هنا كيفاش سدفتو كامل على هذاك الطعام تاعي. وهنا نوليو نزيدو كميه تاع الحمص. شوفوا نعملوا الحمص بلا مرق بهذه الطريقه، على خاطر هنا لو كان تقعدوا غير تزيدوا في هذاك المرق هذاك الطعام نتاعكم يجيكم راوي بزاف وما يجيكمش بنين. وكآخر مرحله نزيدوا هيدا حشويه نتاع المرأة. شوفوا القوام يدوك يجي روعه ما شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي تاع الطعام بالتفايه على طريقتي وعلى طريقه ناس تلمسان. شوفوا لي كيفاش جا روعه ما شاء الله. وتعملوا المرأة اللي بقات لكم في غراف ولا في غرفيه ولا في اي حاجه تكون عندكم، وتبداو تزيدوا على حساب الكميه اللي تحبوها نتوما. صدقوني هذا الطعام يجي من اروع ما يكون. ان شاء الله كامل تجربوه في المناسبات نتاعكم وتخليوا لي الراي نتاعكم في التعليقات. وهذه هي حبيباتي، إن شاء الله نكون فتكم في هذا الفيديو نتاع اليوم، ونلتقي في وصفات أخرى قادمة إن شاء الله. سلام.